السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات غنشارك معكم البيني او لا دونات بطريقه سهله جدا وناجح من التجربه الاولى بطريقه رائعه. غنعطيكم ان شاء الله التقنيات كامله باش يجيكم هشيش وخفيف، واهم حاجه ما يشربش لكم الزيت بزاف ويجي منفوخ وهكا خفيف بزاف، احسن بكثير من اللي كنشريو. غنديرهم معكم ان شاء الله بحشوتين. غنستخرجوا حشوتين من اولا مذاقين من حشوه وحده، كريمه الكاسرت هكا وديال الشكلاط. فغير خليكم معايا نشوفوا التفاصيل مع الفيديو فرجه ممتعه. على بركه الله. غادي نحتاج هنايا 500 غرام من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، من الافضل يكون نوعيه جيده. غنزيد معاه نص معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد ايضا 5 المعالق كبار ممتلئين ديال السكر. بالنسبه لهاد المقادير اللي كنعطيكم فراهم مقادير مضبوطه. غادي نزيد معلقه صغيره من بودره الفاني، الا ما كانتش البودره غادي تزيدوا 2 حتى 3 ساشيات ديال السكر منكه بالفاني. زدت هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وكذلك كنزيد 2 بيضات. صافي هنايا من بعد غادي نبدا نخدم هاد المكونات. ففي الاول كنخلط هاد المكونات هكا، خصوصا هاد البيض. من بعد كنبدا كنضيف في الحليب. بالنسبه للحليب هنايا عمرت في الاول الكاس عامر. حليب خصو يكون دافي بطبيعه الحال باش يتفاعل لكم هذا الحليب مع الخميره. وبالنسبه الى كان الجو بارد، الا كنتو غتخدموا هاد الدونات في الجو بارد، من الافضل ديروا الخميره هكا في واحد لوبول مع الحليب مع السكر حتى كيتفاعلوا، عاد ضيفوهم لباقي المكونات. فهنايا مادام الحل سخون فهاد الخميره دغيا غادي تتفاعل، اذا فخدمتهم مباشره كيف ما كنشارك معكم البنات دائما في الفيديوهات ديالي. يعني الاشياء كيبقاو على حساب الجو. فبديت كنضيف في الحليب شويه بشويه. من بعد داك الكاس اللي شفتو معايا فجبت زدت واحد 4 كاس، وخليت بقى لي تقريبا هنا واحد المعلقه صغيره منه. هذا هو القوام ديال العجينه، فخصو يكون شويه مرخوف، ولكن ماشي ما يكونش كيتلصق. صافي من بعد ما كنجمعوا داك العجين، عاد هنايا في الاخير غادي نضيف ملعقتين كبار ديال الزبده. استعملوا غير الزبده اللينه، ولا الا كانت عندكم ديال من اصل حيواني فغادي يكون من الافضل. صافي هنايا كيف كتشوفوا معايا كنبدا كندخل ديك الزبده في العجينه هكا. واخا بدا الا كان كيبان لكم القوام ديال العجينه كيتبدل ولا بان لكم مرخوف اكثر من القياس، ما تخافوش. من بعد بقاو استمروا هكا، دخلوا ديك الزبده في العجينه ديالكم. من بعد راه غادي تنسجم مزيان مع العجينه. هذا هو القوام ديال العجينه ديالي من بعد ما كندخل فيها ديك الزبده. صافي غادي نغطيها وغنخليها حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها. وبالنسبه للحشوات فاول حاجه هنايا غادي نحضر الكريم باتيسير. فغادي ناخذ حبتين من البيض وصفار بيضه واحده، 2 بيضات مع صفار بيضه. غادي نضيفهم هنايا، غنديرهم في الكاسرونه، وكنزيد معلقه صغيره من بودره من بودره الفاني. الا ما كانش متوفره ضيفوا 2 ساشيات ولا حتى 3 ساشيات باش يجيكم منكم مزيان بالفاني ديال الفاني بطبيعه الحال. ومن بعد هنايا ضفت واحد القبيصه رشه ديال الملح. ومن بعد كنعبر هنايا 2 معالق كبار، ملعقتين كبار ممتلئين جيدا ديال بودره الكاسترد او لا بودره الكريم باتيسير. ممكن ايضا ديروا النشا الا ما كانتش متوفره، ولكن من الافضل تستعملوا هاد البودره ديال الكريم باتيسير باش كتجيكم المذاق ديالها مركز مزيان وكيجي مذاق لذيذ بزاف. صافي هنايا كنخلط هاد المكونات مزيان كيف كتشوفوا معايا، ما يبقاوش لينا شي حبيبات هكا بهذه الطريقه. صافي من بعد كنضيف الحليب، نصف لتر من الحليب كنبقى نضيفه بالتدريج بهذا الشكل، وانا كنحرك حتى كتندمج عندي المكونات مزيان. ومن بعد هنايا غنضيف واحد راس معلقه من الملون الاصفر. هذه كتبقى حاجه اختياريه، غير انا هكا الكريم باتيسير كنبغي يجيني بداك اللون الاصفر يعني الناصع اللي كيجي باين هكا
وكيف ما قلت لكم كتبقى حاجه اختياريه ماشي ضروريه في الوصفه. صافي هنايا كنخلط مزيان وكنديرو فوق النار على نار تكون مهيله. وردوا البال هكا ضروري خصكم تبقاو تحركوا باش ما يهبطش لكم داك النشا يعني القعر ديال الكاسرون ديالكم، وباش ما يجيكمش حبيبات هكا في الكريمه ديالكم. فضروري من التحريك المستمر، يعني ما تعياوش، غير صبروا هكا واحد شويه، واحد 5 ديال الدقائق 7 ديال الدقائق راه كتكون الكريمه عندكم واجده. هكا ملي كتخلطوا كيبداو يبانوا عندكم هاد الفقاعات، واخا هكا غير زيدوا استمروا واحد شويه باش نحصلوا على واحد الكريمه تكون عاقده، وباش كما قلت لكم ما يكونوش حبيبات هكا بهذا الشكل. وردوا البال حتى لدوك الاطراف، لانه الا عندكم بحال هذا النوع ديال الكاسرول اللي عندي فكيشد هكا في الاطراف كيبقى لاصق. صافي هنا من بعد ما كيبانوا عندكم هاد الفقاعات الكبار هكا بهذا الشكل، صافي الكريمه تكون عندكم واجده، غطفيو عليها النار. من بعد هنايا وقبل ما كتبرد ليكم غادي نقسموها على النصف. هنا درت في هذا الزلافه واحد النصف غنخليه هكا عادي يعني بهذا اللون كيف كتشوفوا. غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغنخليه لامس ليا الكريمه باش ما تكونش لينا واحد الجلده هكاك الفوق وتخسر لينا الكريمه ديالنا. وبالنسبه لهاد الكريمه اللي كتبقى عندنا في الكاسرونه كتكون هي باقا شاده السخونيه، فكنضيف ليها 75 غرام ديال الشوكولا غيش. الشوكولاته الحقيقيه من الافضل، ولا كديروا غير الشوكولاته العادي على حسب الرغبه ديالكم، غير هو هذاك كتكون فيه الحلاوه غالبه وكيكون فيه المذاق ديال الشوكولا ناقص. فإلا درتو الشوكولا العادي ضيفوا واحد الساشي ديال الكاكاو الخام. صافي هنا فمن بعد ما كنخلط هاد المكونات مزيان فكنغطيها حتى هي بالفيلم اليمونتير وكنخليها حتى الوقت اللي غادي نحتاجها. من بعد هنا العجينه ديالنا فاش كتختمر وكيتضاعف مزيان الحجم ديالها كيف كتشوفوا، غادي نرش سطح العمل بالقليل من الدقيق وغادي نحاول نفرغ هذا الخليط في سطح العمل. غادي نفرغها هكا من هاد الغازات اللي تكونت، ومن بعد غادي نحاول نقاد الشكل ديالها باش هنا غادي نسرحها من بعد بواسطه واحد المدلك. وبطبيعه الحال كنرش الطحين فوق، يعني كل ما كنحتاج هاد الطحين كنرشو لانه العجينه عندنا كتلصق شويه فضروري نستعملوا هذا الطحين. صافي كيف كتشوفوا كنسرحها هكا بالنسبه للسمك فما خصوش يكون رقيق بزاف وما خصوش يكون ثاني غليظ بزاف، يعني هكا بهذا الشكل كيف كتشوفوا. وقبل ما نبداو نطبعوا العجينه ديالنا كنتاكدوا مزيان ياك ما التصقت لينا مع سطح العمل، يعني ضروري نرشوا واحد الكميه من الطحين باش ما تلتصقش لينا. من بعد هنايا فخديت هذا الاطار كنديرهم انا شويه كبار، هذا النوع اللي كيكون عادي كنديرهم شويه كبار، هذا هو القياس فاش درتهم، وهذا هو الطبع او الاطار اللي استعملت. كيبقى لكم الاختيار ديروهم صغار ولا كبار او لا حتى الا بغيتو ديروهم متقوبين هكا من الوسط. صافي كنحيد هاد الجوانب وكنخليهم هكا باقي غادي نستعملوهم، كنغطيهم من الافضل بالفيلم اليمونتير. من بعد هنايا كنهزهم هكا بالمهل وكنديرهم في واحد البلاطو اللي مفرش عليه واحد المنديل وكنغطيهم وكنخليهم حتى كيختمروا وكيتضاعف مره اخرى الحجم ديالهم. هاد البقايا عاود جمعتهم وشكلت منهم كره غنغطيها حتى كتطلق شويه، عاد غنرجع نسرحها. صافي هنايا الكميه ديال الاولى من بعد ما اختمرات. هنا واحد الملاحظه بغيت نشير ليها، فمن الافضل في الاول ديروهم متباعدين هكا باش ملي كيختمروا ما يتلاصقوش ليكم. وهنا كتشوفوا الحجم ديالهم كيف تضاعف هكا، يعني تخليهم حتى كيختمروا مزيان عاد نبداو نطيبوا فيهم. هنا البنات فانا طيبت واحد الكميه، هنا غنوريكم طريقه الطهي ديالهم. ففي الاول كنسخنوا الزيت، كتسخن غير شويه ماشي بزاف البنات، ضروري يعني تكون العافيه شويه ناقصه باش هكا كيتحمروا على مهل، ما تجهدوش نهائيا العافيه. صافي كنحطوا هنا البيني ديالنا كنتسناو عليه 3 ثواني هكا تقريبا وكنقلبوه للجهه الاخرى، ماشي تخليوه حتى كيتحمر عاد تقلبوه للجهه الاخرى، لا انا هنا حتى كنقلب هاد الاولى عاد باش كنحط الثانيه هكا كيف كتشوفوا.
ومن بعد حتى هي كنخليها غير واحد شويه وكنقلبها للجهه الاخرى. من بعد صافي ملي كنقلبوهم كنخليهم يعني واحد شويه حتى ياخذوا داك اللون الذهبي، عاد نقلبوهم هكا للجهه الثانيه يعني حتى كيتحمروا لينا من الجهتين بزوج. اهم حاجه غير في ديك اللقطه الاولى فاش كنلوحوا البيني ديالنا يعني كنتناو عليهم غير واحد شويه كنقلبوهم للجهه الاخرى، ما كنخليهمش حتى كيتحمروا. كنتمنى الفكره تكون مفهومه وتكون وصلتكم مزيان. صافي وكنحيدوا البيني ديالنا، ما كيستغرقش وقت طويل في الطيب ديالو يعني دغيا كيطيب. صافي كنخليه هنا يستقطر غير واحد شويه في هاد الشبيكه، ما كنديروش مباشره في السكر. من بعد هكا كندير كميه واحده اخرى ديال البيني ولا كندير الحبه الاولى حتى كنقلبها، عاد كندير الحبه الثانيه يعني هكا باش كيجيكم الطياب هو هذاك. الا درتو كميه كثيره في الاول فيقدر يغلبكم. كيف ولا عندكم بحال هذا النوع ديال الكاسرونه ولا المقله، من الافضل ديروا مقله تكون شويه واسعه. انا هنا درت هذه شويه واخا هي كبيره ولكن جاوني مضيقين، خصوصا ان هذا البيني جا شويه كبير. صافي فكما قلت لكم الا كانت هذا النوع اللي كتكون عنده داك الصمته لتحت فكيشد شويه الحراره. الا طيبتو طيبتو فيه المره الاولى والثانيه فخليوه حتى كيبرد، حتى كتبرد شويه ديك الزيت كتدفى، عاد طيبوه الكميه الاخرى. وبالنسبه للزيت البنات فنسيت ما قلت لكم من الافضل تكون كميه كثيره هكا ديال الزيت باش كيجيكم الطياب هو هذاك ويجيكم منفوخين. صافي هنا كيف شفتوا معايا هذه الكميه الاخرى كندير ليها السكر من بعد ما كتستقر لنا شويه من الزيت يعني حتى كنفندهم مزيان في السكر كيف كتشوفوا معايا هكا. عاد كندير الكميه الاخرى في الزيت باش يعني كتنظم عندي الخدمه وكل حاجه كنعطيها حقها. وهنا هاد الكميه الاخيره اللي بقات ليا فدرتهم دوائر بهذا الشكل، فحتى هما كنطيبهم بنفس الطريقه يعني غير كيتشمعوا لينا شويه وكنقلبوهم، ما كنخليهمش حتى كيتحمروا، عاد نقلبوهم يعني بنفس الطريقه اللي شرحت لكم. صافي وغادي نستمر هكا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. ومن بعد هنا فاش كنكمل الكميه كامله فكناخذ هنا واحد السكينه ولا المقصه ولا اللي بغيتو، كندير هكا ثقوب هكا من واحد الجنب غير ثقوب صغيره كيف كتشوفوا. وكنكون موجده عندي الكريمه بجوج ديال الشوكولاط وديال يعني العاديه ديال الكريم باتيسير بوحدها. وكندير واحد الكميه لا باس بها هكا في الوسط لانه ديجا كيكون عندنا البيني منفوخ وخاوي، كيكون خاوي من الداخل فكنعمروه هكا بكميه لا باس بها. انا كندير كميه كثيره ولكن كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، كاين اللي ما كيبغيش هاد الكريمه تكون كثيره. صافي وغادي نستمر هكا شويه من واحد النصف غنديروا من الكريمه العاديه ديال الكريم باتيسير والاخرى اللي ضفت ليها الشوكولاط. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. تيقوني كتجي رائعه جدا ما تشبعوش منها، خصوصا بهاد الكريمات كيجيو لذاذ بزاف. الكريم باتيسير كتجي مركزه ولذيذه بزاف، وحتى الكريمه اللي ضفنا ليها الشوكولاط. نتمنى تجربوا الوصفه لانها فعلا كتستاهل. في امان الله.